اهلا وسهلا بيكم، ويك اند سعيد عليكم، ويا رب ملخص النهارده يعجبكم. بس قبل ما نبدا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو عجبت ملخصنا ما تنساش تدعمنا باللايك المتين. بيبدا الفيلم في روسيا، في مكان تبع الجيش الروسي بيعمل اسلحه جديده معتمده على الذكاء الصناعي في تحديد الاهداف والقضاء عليها، وبيتم تجربه الروبوتات الجديده وبتنجح في القضاء على اهدافها بسهوله. بس العلماء بيفقدوا السيطره على الروبوتات اللي بتبدا في مهاجمه الدبابات والطيارات الموجوده في المكان. ومش بس كده، دي بتقضي على العلماء والاشخاص العسكريين المسؤولين عن المشروع ده. وبيظهر راجل خارق باجهزه على جسمه، وبنعرف ان هو اللي سيطر على الروبوتات دي. وبننتقل بعد كده لوزاره الدفاع في العاصمه موسكو، وبيكون في اجتماع، وبنعرف ان كان في مشروع اسمه الوطنيين تحت قياده الجيش الروسي. وبينقل القائد المشروع ده للجنرال لارينا. والمشروع ده بدا في عام 1940، وعباره عن تجارب بتتعمل على البشر والحيوانات. وكان في عالم اسمه كورتوف مسؤول عن القسم التكنولوجي، بس كان بيحقد على نجاحات زميل ليه اسمه جولبانوف اللي كان مسؤول عن الابحاث الجينيه على البشر. وبعد ما كورتوف فشل في ابحاثه واتقفل القسم بتاعه، سرق ابحاث جولبانوف وبدا يطور فيها، وبدا يعمل تجارب سريه على البشر. ولما الجيش الروسي عرف الموضوع طلع امر بالقبض عليه. بس كورتوف قفل على نفسه المعمل وحط قنبله في المعمل، وانفجرت القنبله في كورتوف وهو في المعمل، بس ما ماتش. المواد الكيميائيه اللي كانت موجوده دخلت في الجينات بتاعته، واصبح شخص قوي جدا محدش يقدر عليه. ونجح في ابحاثه اللي كان عاملها في السيطره على المركبات. وبيكون هو الشخص اللي شفناه من شويه بيسيطر على الروبوتات. وبيقول واحد من القاده ان في طريقه واحده علشان يوقفوا بها كورتوف، وهي انهم يلاقوا الناس اللي عمل عليهم التجارب ويقنعوهم في مساعدتهم للقضاء عليه. في الوقت ده بيكون كورتوف في قاعده عسكريه، وبيسيطر على العربيات اللي في القاعده العسكريه وبيتحكم فيها عن بعد زي الباشا. وبتوصل الجنرال لارينا المقر مشروع الوطنيين، وتبدا البحث عن فريق من اقوى الخارقين علشان تقضي على كورتوف. وتبدا تتكلم مع فريقها علشان يلاقوا الحراس اللي هم الاشخاص الخارقين اللي هيحموا بلدها من الخطر. ويبدا الفريق في البحث عن اي معلومه عن الخارقين، وبيلاقوا شخص في المنطقه الغربيه بيبلغ عن راجل بيتحرك بسرعه الرياح. وفي سيبيريا بيلاقوا حيوان غريب. وفي مكان تاني بيلاقوا شخص بيتحكم في الحجاره وبيقدر يتخفى بينها، وبيتحركوا عشان يجمعوا افراد الفريق. وفي ارمينيا بيكون في شخص بيصلي في دير، ولما بيخرج من الدير بتكون الجنرال لارينا في انتظاره وتعرف نفسها ليه. وبيكون الشخص ده اسمه لير، وبيقدر يتحكم في الحجاره اللي في المكان. وبيقول لها انه بقى راهب وراعي للغنم ومبسوط في حياته كده. بس هي بتعرض عليه فرصه علشان ياخد بطاره، وبتعرفه ان كورتوف لسه حي. وبيوافق لير على الانضمام ليها. وبنروح لكازاخستان، وبنلاقي شخص ملثم منتظر مجموعه من العربيات المسلحه، وبيقدر يتحرك بسرعه كبيره جدا. وبيقسم عربيه الزعيم نصين بالسيفين بتوعه، وبيتحرك بسرعه كبيره ويقدر يتخلص من الناس الموجوده في باقي العربيات. وبيروح له لير، وبنعرف ان الشخص ده اسمه خان، وبيطلب منه ينضم ليه عشان يقضوا على كورتوف. وبننتقل لهضبه سيبيريا في الغابه، وبيكون في مجموعه من الجنود بيدوروا على حاجه. وجندي من الجنود بيلاقي اوضه في كوخ، واول ما دخل الاوضه نتفاجئ ان حد طيره من السقف. وبيظهر وحش شرس جسمه بشري بس براس دب. وبيظهر لير وخان ولارينا في انتظاره، وبينضم لفريقهم. ولما بيطمن ليهم بيرجع شخص بشري تاني. وبنرجع تاني لموسكو للسيرك، وبتظهر بنت بتأدي عرض او فقره، وبتنط لحمام السباحه. واول ما بتلمس الميه بيختفي جسمها كله. ولما بتطلع من الميه تبدا تظهر بالتدريج. ولما بتوصل غرفتها بيكون خان هناك، وبتهجم على خان بس بيتصدى ليها بمهاره. وبيظهر ان هي عندها مهارات قتاليه كويسه. وبيكون عندها مشكله في الذاكره، وبتفضل تهاجم لير وخان. وبيندى عليها الراجل الوحش باسمها اللي هو كاسينيا، ويقول لها ان كلهم يعرفوها من 40 سنه. وبيكون الراجل الوحش اسمه ايرسوس، وبيعرفوها ايه اللي حصل ليها، وبيعرضوا عليها تنضم ليهم. وبننتقل بعد كده لمختبر كروتوف، وبيكون مجهز جيش من الناس اللي عامل عليهم تجارب بس في حاله ثبات في اوض ازاز. وبنروح بعد كده لمقر مشروع الوطنيين، وبتكون كاسينيا بتحكي ليهم وتقول لهم ان الحاجه الوحيده اللي فاكراها انها كانت في الجيش، ومش فاكره اي حاجه تاني، حتى اسمها ما عرفتوش غير من الخاتم اللي في ايديها. والدكاتره قالوا لها ان الذاكره هترجع ليها، بس عدت السنين ومفيش اي حاجه حصلت. وبنعرف ان الحراس او الاشخاص الخارقين مش بيشيخوا او بيكبروا ابدا. وبنعرف ان بجانب انها بتختفي في الميه، ان بشرتها ما بتحسش بالسخونه او البروده. وبيجي ظابط ويقول لهم انهم نجحوا في تعقب كروتوف علشان كان في جهاز تتبع في العربيات اللي سرقها. وبيقول انهم لازم يتحركوا بسرعه علشان عنصر المفاجاه، لانه هيكتشف انهم عرفوا مكانه قريب. وبيروحوا للمكان اللي فيه الاشاره، وبيكون فيه جنود ملثمين، والدنيا بتكون بتمطر، وده بيساعد كاسينيا في التخفي. وبيتقطع الاتصال بلير، وبيبدا ارسوس في التحول لوحش. وبتتحرك كاسينيا بسهوله وسط المطر من غير ما الجنود يحسوا بيها، بس بيكتشفوا وجودها علشان لابسين نظارات بتلاحظ وجود حراره الجسم. ويبداوا يضربوا عليها نار، وبيضربوا خزانات فريون فيتم تجميدها في مكانها. وارسوس بيهاجم الجنود الملثمين بعد ما تحول، وبيقدر يخلص على عدد منهم. وبيستخدم خان مهاراته والسيفين اللي معاه ويشترك معاه في المعركه. وبيستخدم لير مهاراته في التحكم بالحجاره وبيضرب الجنود بيها. ومش بس كده، ده بيجمع الحجاره على دراعه كله، وبيضرب الجنود لكمات وبنيات بالصخور والحجاره. وبتحاول لارينا انها ترجع الاتصال بيهم مره تانية، وبيرمي الجنود على خان سهم او حقنه مخدره. وبتحط ارسوس في شبكه صيد كبيره، وفعلا بتأيد حركته. في الوقت ده بتحس لارينا بالخطر، وبتدي اوامرها في تجهيز طياره هليكوبتر علشان يروحوا ليهم. وبيكون لير الوحيد من الخارقين او الحراس اللي لسه بيقاوم، ويوصل فعلا لمكان كورتوف. ويحدف لير عليه صخور بس ما بتأثرش فيه، وبيهجم كورتوف عليه وبضربه واحده يطيره ويوقعه وينزل من على جسمه كل الصخور.
الصخور. وبيحاول لير بس بيكون كورتوف اقوى منه بكتير، وبيقدر كورتوف انه يكسر ظهر لير. وبيروح كورتوف لخان وإرسس وكاسينيا، وبيكون في فاصل بينهم وبينه، وبيقول لهم ان هو عارف نقط ضعفهم علشان هو اللي عملهم. وبيطلب إرسس منه يطلق سراح كاسينيا علشان هي فاقده الذاكره ومش عارفه اصلا مخططه. وبيقول لهم كورتوف انه لو كان عايز يقتلهم كان قتلهم. وبيطلب منهم انهم ينضموا لفريقه، بس كلهم بيرفضوا لدرجه ان خان قال له انه بيفضل الموت على الانضمام ليه، وبيديهم مهله 24 ساعه عشان يوافقوا على طلبه. ويقول لهم انه رايح يجهز جيشه، وانه متاكد لما جيشه يجهز مش هيكون محتاجهم اصلا. وبيروح كورتوف لقاعده عسكريه مليانه دبابات، ويدورها ويحركها بحركه واحده من ايده. والخبر بينتشر في الاعلام ان في شخص استولى على دبابات من قاعده عسكريه، ويبدا يحرك الدبابات والروبوتات اللي استولى عليها قبل كده للعاصمه الروسيه موسكو. والناس بتحاول تخرج من العاصمه بسبب ان جيش كورتوف مش مفرق بين مدني وعسكري، وده بيسبب شلل مروري في طرق الخروج من موسكو. وبتوصل لارينا لمكان الحراس وتلاقي لير، وبيوصل الجنرال خاين لكورتوف وهو بيتحكم في طيارات، ويقول له ان اتفق معاه ان هو يسلمه الحراس، بس ما اتفقش معاه على الفوضى اللي عملها جيشه. بس كورتوف بيخلص عليه بايد واحده، وبعد ما بيخلص عليه بيخلي الطيارات تبدا تحرك البرج اللي كان رابطها فيه. وبنرجع تاني لارينا اللي اخذت لير لمكان يتعالج فيه، وبيحكي لها عن ذكرياته مع اولاده واحفاده. وبتيجي مساعده لارينا وتقول لها ان البروفيسور فيكتور عايزها في حاجه مهمه. وبتقول له لارينا انهم لقوا لير بس مصاب جامد، وباقي المجموعه يا اما تم اسرهم او اتقتلوا. وبيقول لها ان مش ممكن يكون قتلهم كلهم، وانه عارف مكان المختبر السري بتاع كورتوف. وبيقول لها كمان انه ممكن يقدر يعالج لير. وبعد كده بيكون لارينا في المكان اللي فيه خان وإرسس وكاسينيا، وبتشتبك مع الجنود هناك. وبيكون بروفيسور فيكتور بيعالج ظهر لير. وبتوصل لارينا لمكان الحراس وبتنجح في فك اسرهم. وبتكون الطيارات بتنقل البرج الغريب اللي مش عارفين بتاع ايه. وإرسس بيطلب انه يقابل البروفيسور، بس لارينا بتقول له انه مشغول علشان شغال على واحد من جنود كورتوف. وبيقول لها ان هو هيستناه، وانه خايف في مره لما يتحول لدب ما يعرفش يرجع تاني لهيئته البشريه. ويقول لها ان حاسس ان ده هيحصل، وبالتاكيد البروفيسور هيكون عنده حل المشكله دي. ولارينا بتوعده ان هي هتساعده في حل المشكله. في الوقت ده بيكون البروفيسور فيكتور شغال على جندي من جنود كورتوف، وبيكتشف حاجه غريبه. فبيمسك تليفونه عشان يتصل بحد، بس بيوصل كورتوف ويبعد التليفون عنه. وكورتوف بيتهم البروفيسور فيكتور انه خان زمان، بس هو بينكر. وكورتوف بيكمل ويقول له ان العالم كله هيعرف عبقريته قريب. وبعدين بيمشي كورتوف، بس وهو ماشي بيطرقع بصباعه فبيحصل انفجار، وبعد دخان وغازات فبيقع في بروفيسور فيكتور على الارض. وبيكون كورتوف ثبت البرج العملاق اللي بنعرف انه بيتصل بمحطه فضائيه عسكريه فائقه التسليح واسمها المطرقه. وبتوصل الاخبار للارينا اللي بتجمع الحراس وتقول لهم ان كورتوف سيطر على المطرقه، وان المحطه الفضائيه دي قادره تدمر قاره بضربه واحده. وبنعرف ان مستحيل تدمير المحطه الفضائيه من على الارض. وبيجي واحد من فريق لارينا ويقول لها ان كورتوف بيحاول يسيطر على كل الاقمار الصناعيه اللي في الفضاء، وان لو نجح كورتوف في اللي بيعمله هينجح في السيطره على كل الالات اللي على الارض. وبنعرف ان كورتوف كان اخترع آلة او جهاز للسيطره على الاقمار الصناعيه، بس الآلة بتحتاج ارتفاع عالي، علشان كده سرق برج البث وثبته فوق مبنى طوله 300 متر، وده هيخليه ينجح في بث الاشاره للاقمار الصناعيه. وبتتحرك طيارات علشان تهاجم كورتوف والبرج، بس هو بيشغل الروبوتات علشان يوقفهم. وفعلا الروبوتات بتطلق صواريخ على الطيارات وبتوقع كل الطيارات. وبيكون كورتوف عامل درع او مجال مغناطيسي علشان يحمي برج الاشاره والآلة بتاعته، ولما صاروخ او طياره بيعدي من الدرع بينفجر على طول. وبيكون لارينا جهزت لبس جديد للحراس، وبتقول لهم ان اللبس ده هيزود قدراتهم القتاليه. وبيعرف كل واحد من الحراس امكانيات لبسه الجديد، ويبداوا في التدريب عليها علشان يتعودوا عليها ويعرفوا كل امكانياتها. في الوقت ده بيكون كورتوف بيحاول يسيطر على الاقمار الصناعيه باستخدام المطرقه والجهاز اللي اخترعه. في الناحيه الثانيه بيكون لارينا والحراس بيحطوا خطه علشان يوقفوه. وبيقول لإرسس ان اهم حاجه يوقفوا الآلة اللي معاه علشان ما يعرفش يتصل بالاقمار الصناعيه. وبيقترح لير انهم يهجموا عليه من اماكن مختلفه. وخان بيقول انه ممكن يهاجموا من الجو، وكاسينيا بتقول انها هتحاول توقف النظام الرئيسي. وبيقول لير ان هو هيهاجم المبنى من تحت من الجراج ويطلع على فوق. ولارينا بتقول انهم لاقوا جهاز اللاسلكي اللي بيوصل بيه كورتوف الاوامر لجنوده. وبيقول إرسس انهم هيستخدموا الجهاز ويبعدوا الجنود بتوعه عنه ويقتلوهم بعيد علشان يكون بدون اي دفاع. ويجهز الجيش مجموعه من الصواريخ كدعم ليهم. وبيبدا الحراس في تنفيذ خطتهم، وبيهجم لير على مجموعه من الجنود في الجراج. وبيتحول إرسس لوحش ويهاجم الجنود هو وكاسينيا من قدام. وبيكون خان في طياره علشان يهبط عليهم من فوق، بس الروبوتات بتنجح في اصابه الطياره. في الوقت ده بيكون في مجموعه من الجنود الملثمه والروبوتات بتهجم على إرسس وكاسينيا، ويفجروا قنبله في إرسس ويهاجموا كاسينيا. وبيتحول إرسس لوحش كلي وبيهجم على الجنود بالرشاش اللي على ظهره، وبينجح ان يخلي روبوت يدمر التاني، وهو بنفسه بيدمر الروبوت التاني. وبيكون لير في الجراج وبيقضي على الجنود اللي هناك. وبيطلع لير وإرسس وكاسينيا في الاسانسير عشان يوصلوا لقمه مبنى قريب من المبنى اللي عليه البرج. وبتوصل لارينا البروفيسور فيكتور وبيكون لسه عايش. وبيكون خان في الطياره بيحاول يهبط، بس الطيار ما بيكونش عارف يقرب من المبنى. ولما يوصل لير وإرسس وكاسينيا لقمه المبنى بيكون بعيد عن المبنى اللي عليه البرج، وبيلاقوا ماسوره ضخمه يبداوا في التحرك عليها عشان يتنقلوا للمبنى اللي عليه البرج. وبيشوفهم الجنود الملثمين وبيضربوا عليهم نار، والرصاص بيجي في إرسس وبيختل توازنه من على الماسوره، بس بيمسك فيها. وبينط خان من الطياره اخيرا وبيطلع سلك،
بسيط وبيشبكوا في مبنى، وبيقدر خان بالسيفين بتوعه ان هو يقطع الماسوره الضخمه اللي عليها الجنود اللي بيضربوا زمايله، فبيقعوا من ارتفاع كبير. وبينزل خان ليهم وبيكون ايرسوس رجع تاني على الماسوره وبيتحركوا عليها تاني. وبنرجع تاني لارينا وبروفيسور فيكتور وبيكون بيطلع في الروح ويقول لها ان الحراس لازم يتحدوا علشان يقضوا على كروتوف، وان كروتوف عنده قوه عظيمه وعايز يسيطر بيها على العالم. في الوقت ده بيدخل الحراس البرج وبيوصلوا لجهاز التحكم الرئيسي، وكاسانيا بتمسك جهاز التحكم علشان توقفه، بس بتتكهرب جامد وبيمسكها ايرسوس وبيبعدها. بس بتنجح كاسانيا بالحركه دي انها توقف الدرع اللي حوالين كورتوف، وعلى الرغم من الكهرباء الجامده الا ان تعيش كاسانيا وايرسوس كمان. وبيأمر القائد اللي فوق لارينا انهم يضربوا البرج بالصواريخ، بس لارينا بتعترض علشان الحراس لسه هناك وبتقول له ان هم هيكملوا المهمه. وبيطلع الحراس على سطح المبنى علشان يوقفوا كورتوف، وبيحاول ايرسوس انه هو يضربه بالرشاش اللي معاه، بس بينجح كورتوف في ايقاف مفعول الرشاش وبيكهرب ايرسوس كمان. وبيحاول يربي سلاحه اللي شبه الكرباج، بس كورتوف بيوقفه برضه. وبيحاول خان بالسيفين بتوعه، بس النتيجه بتكون واحده. وبتتحد كاسانيا مع لير وبتخفيه كاسانيا، وبيضربوا لير بسلاحه وبيكتفه. وبيحاول خان ان هو يضربه بسيفه، بس بينجح كورتوف في اخر ثانيه ان يفك نفسه وبيبعد عنه خان. وبيحاول كورتوف انه يمسك كاسانيا، بس بيتحول ايرسوس لوحش كلي، فبيروح كورتوف علشان يهجم عليه، وبينجح ان يدي ايرسوس بنيه واحده توقعه على الارض. وبيحس القائد ان هم خلاص هيفشلوا، فيطلب منهم ان هم يضربوا البرج بالصواريخ. فتحس لارينا ان الحراس في خطر، فتقرر تروح لهم. وبترجع الطياره علشان تاخد الحراس، وخان بيستعمل سلاحه وبيطلع سلك ويربطهم فيه، وبيربط الطرف الثاني بالطياره وبيطيروا بيه. وبيبدا هجوم الصواريخ، وبيقدر كورتوف ان هو يتحكم في الطياره اللي متعلق فيها الحراس وبتكون بتقع. وبيقطع خان السلك قبل ما الطياره تقع ويقع كلهم في الميه. وبتروح لارينا ليهم بموتوسيكل، وبيطلع الحراس من الميه وتوصل ليهم لارينا وتقول لهم ما يرجعوش تاني للبرج علشان الصواريخ جايه. بس يقدر كورتوف ان هو يتحكم في الصواريخ وبيغير اتجاهها بعيد عنه وبيخليها تنفجر في الهواء. فبيقرروا انهم يرجعوا تاني لهناك، بس قبل ما يتحركوا بيتحدوا كلهم مع بعض وبيعملوا حقل طاقه ضخم، وبيقدروا من خلاله ان هم يوقعوا البرج والمباني اللي حواليه. فبيتقطع الاتصال بين البرج والآلة بتاع كروتوف والمطرقه. وبتعلن الحكومه الروسيه عن انتهاء الخطر اخيرا، وبتكون لارينا مع الحراس وبتقول انهم اعظم حاجه شافتها في حياتها، وده مش بسبب قوتهم الخارقه ولكن بسبب صداقتهم وترابطهم مع بعض. وبتبدا ذاكره كاسانيا ترجع لها مره تانية، وبيقرر الحراس ان هم هيمشوا، بس لارينا بتوقفهم وتقول لهم ان ممكن اي خطر يجي مره تانية، وهم بيقولوا لها لو ده حصل هيكونوا موجودين، وتقول لهم ان المره الجايه هيكون في حراس اكتر. وبكده يكون فيلم النهارده خلص. اشوفكم على خير في ملخصات تانية، ولو في فيلم عايزنا نلخصه اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام.